عندك تصبغات، عندك جلد مش موحد اللون، عندك اي مكان مضايقك في جسمك، يبقى تستخدمي الخليط اللي هقولك عليه ده دلوقتي. بس قبل اي حاجة صلوا معايا على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هنا هحتاج معلقة من النشا، وكمان معلقة من السكر، وضفت هنا عليهم حنة بيضة، خلطت مع بعض الكلام ده كله. كمان ضفت عليهم البيكنج باودر، معلقة صغيرة كده من كيس بيكنج باودر بتجيبيه ب5 جنيه، تاخدي منه معلقة صغيرة وقطعة صغيرة جدا من المعجون، معجون السنان الأبيض العادي بتاعنا. أنا مش عايزة مبالغة في الاستخدام، أي حاجة ممكن تكوني قلقانة منها، يعني أنا طالما قلت لك قطعة صغيرة أو على طرف المعلقة كده صغير قليل جدا، ما تكتريش، مش عشان الوصفة تبقى معاكي كريمي هنكتر معجون أو ليمون، لأ، احنا هنا هنزود مية ورد علشان قوام الماسك بتاعك يكون متماسك، فبالتالي مش عايزة ولا زيادة ليمون ولا زيادة معجون. ومع ذلك البشرات الحساسة يا ريت تعملوا اختبار الأول على جزء صغير من البشرة، ولو انتي بشرتك تهيجت أو حسيتي بأي هرش أو احمرار اكتبي لي بشرتي حساسة في التعليقات، وأنا هنزلك بالوصفة البديلة ليكي اللي هتكون مناسبة للبشرة الحساسة. هنا أنا ضفت مية ورد وعصير ليمون، يعني مش النص ليمونة كاملة، أنا ضفت قطرات من عصير الليمون، وده مهم جدا يا بنات علشان التفتيح، لانه فيتامين سي بتركيز عالي. لو طيب انا بتحسس من الليمون بشكل مباشر وانا عارفه كده عن جلدي، فبالتالي انا هجيب بديل الليمون من اي سوبر ماركت. حاجه كتير قوي اتسالت عليها، اطراف الشعر المتقصفه، حبيت ان انا ادمجها معاكم في فيديو واحد علشان تستفيدوا اكتر. لو عندك المشكله دي صيف او شتاء، هتعملي كميه صغيره من الوصفه دي، هتجيبي 3 مكونات مفيش اكتر من كده، وسهلين جدا وموجودين عندك في البيت. معلقة من زيت جوز الهند، وهتضيفي عليهم معلقة من العسل، وقلبيهم كويس جدا. واخر حاجة هو معلقة خل التفاح. طبعا كتير جدا ما يعرفش ايه فوائد الخل مع زيت جوز الهند والعسل، مش هتتكلم كتير عشان ما اطولش عليكم، لان انا عندي وصفات كتير مستنياني لغاية اخر الفيديو كلها مميزة جدا. انا عايزاكي بس تجربي، ولما تجربي وتشوفي اكتبي لي تجربتك في التعليقات، ولو انت ناويه تجربي بعد الفيديو ده اكتبي لي هجرب في التعليقات عشان اعرف ان انت اهتميتي بالوصفات بتاعتي. مين فيكم بقى اللي بتتفرجوا عليا لسه ما اشتركش في القناه وما عملش ما ضغطش على زر الجرس وعمل كمان سبسكرايب عشان يوصلك مني كل وصفاتي الطبيعيه والمميزه؟ بص انا بعمل ايه بقى، انا هقلبهم كميه صغيره جدا، ولكن هحطهم في عبوه قطاره صغيره، اي عبوه صغيره قطاره، وابتدي بقى احطي على الاطراف، وسيبيه قبل ما تغسلي شعرك مثلا حوالي نص ساعه لساعه. مفيش منه اي ضرر خالص، حتى لو انت سبتيه شويه اكتر من كده مفيش منه ضرر، كلها مكونات طبيعيه، وده بيبقى قوامه، ده بيبقى لونه. دوبي بس العسل كويس، انا حسيت ان العسل لسه ما دبش، شايفين لونه عامل ازاي مع زيت جوز الهند، حيث ان هو ما دبش كويس. كل مره بدوبه كويس لغايه ما اتاكد ان بقى كله مزيج واحد بلون واحد. ودي كانت وصفه الشعر، استخدمي الوصفتين ويلا اكتبي لي نتيجتهم في التعليقات، مستنياكم كلكم. تعالوا بقى ندخل على الوصفة التانية اللي اتطلبت مني مرارا وتكرارا، وصفة بديل القهوة على الليمون، او الليمون على بديل القهوة. جيبي اي نوع بديل قهوة عندك وضيفيه كده في عبوة او ضيفيه في طبولة فاضية عندك نظيفة، وهتضيفي عليهم عصير نص ليمونة، وهتقلبي كويس. طبعا الليمون بيدخل في كل وصفات التفتيح بتاعتنا لان هو اساسي فيتامين سي، يعني تفتيح من غير كلام. انا هنا احتجت للعصير كامل، يعني احتجت لنص ليمونة كاملة، ودي هتبقى كفايه قوي انها تدوب معايا ميه الورد. لو عندك ليمونه ما فيهاش ميه وده بيحصل كتير، ممكن تزودي ميه ورد علشان تخلطي بقى كويس وتقدري تمزجي المكونات بشكل كويس جدا. هنا انا عندي مكون مهم قوي، انا هنا هضيف معلقه من دقيق الرز. دقيق الرز هايل نضاره وتفتيح وازاله جلد ميت، بس طبعا لما ضفت كانت السوائل عندي قليله، فكنت بضيف ميه الورد بشكل تدريجي زي ما انت شايفه كده. خليكي معايا لغايه ما تشوفي بقى قوام الوصفه اللي هنبدا نستخدمها. الوصفه دي سهل جدا انك تستخدميها على بشرتك بالكامل، على الرقبه، على الايد، اي مكان حتى في الجسم استخدميها وانتي مطمنه تماما. لو شلتي منها الليمون يبقى تستخدميها تحت عينيكي، لو ما شلتيهوش لا، ما بحبش الليمون تحت العين طبعا، ما ينفعش خالص لانه قوي جدا والمكان ده حساس قوي. انا هنا كمان ضفت بودره اللي هي الحليب البودره، او بودره الحليب اللي هي بتكون في اكياس كده، ممكن تضيفي اي نوع برضو مش هتفرق، ورشه كده من البيكنج باودر او خميره الحلويات، وابدأي بقى زودي السوائل عندك بشكل اللي هي ميه الورد. انا عايزه ميه ورد مش اكتر من كده. هتضيفي بقى تحسي بفوران، هتحسي بفوم كده حصل في الوصفه بتاعتك. شايفين عامله ازاي القوام؟
طبعا الوصفة دي مختلفة تماما عن اول وصفة يا بنات، بس الوصفة دي لو انت عايزة بقى تستخدمي حاجة تديكي نضارة، تشيل حروق الشمس، تشيل التصبغات، تشد البشرة معاكي، تستخدميها لوشك، يبقى تستخدمي الوصفة دي. اول وصفة كانت معانا في الفيديو اللي هي للجسم اكتر، للركب، للاكواع، البيكيني، الاندر ارم، بتبقى حلوة قوي وكمان بتشيل اي روائح كريهة. انا اخر حاجة هنا هضيفها معايا هي الفازلين، حتة صغيرة، ومع الحر طبعا اللي احنا فيه هتلاقيها مع التقليب ساحت معاكي. لو انت عندك تكييف او شقتك كويسة كده مش بتسيح معاكي بسرعة، حطي بقى حتة الفازلين بتاعتك في المعلقة وحطيها على النار، هتلاقيها ساحت في لحظة الا ثانية. قلبيهم بقى كده كويس، وبكده الوصفة بتاعتك بقيت جاهزة. افرديها بحركات دائرية على البشرة وسيبيها بالظبط حوالي نص ساعة او من تلت ساعة لنص ساعة، مش اكتر من كده. وانتي اصلا وانتي بتعملي الماسك استرخي واعملي حاجة انتي بتحبي تعمليها عشان تنسي الماسك ومتبقيش شايلة هم الوقت. شايفين بقى قوامه وشايفين لونه؟ انا مش عايزه قوام ولا اتقل من كده ولا عايزه قوام اخف من كده، عشان وانتي بتحطيه على بشرتك ما يفضلش ينقط معاكي، ودي حركه بتضايقنا كلنا بصراحه. هنكرره بقى كم مره في الاسبوع يا شاطرين؟ هنكرره من مرتين لتلاتة عشان توصلي نتائج كويسه. الماسك ده بيبقى حلو جدا جدا لو عندك مناسبه. ويلا بينا ندخل بقى على الوصفة التالتة، ودي أقوى وأهم وصفة على الإطلاق، الكل البنات بيسألوني عنها وكل البنات منتظرينها. يا ترى هتعملي لنا إيه؟ خليكي بقى متابعة معايا آخر دقيقتين كده في الفيديو عشان دي الأهم على الإطلاق. مشكلة بتقابل كل البنات وبيعانوا منها كل البنات حرفيا، وإحنا في الفيديو ده هنحلها سوا. أنا عايزة كمية معقولة من المية، أنا حطيت حوالي ربع الكوب كده، ممكن مية الورد. وهنا هضيف معلقة من النشا وهدوبها. بصي خلي النشا كده، الموضوع بيبقى بالنسبه لك نسبه وتناسب علشان خاطر ما تقليش وما تخففيش في نفس الوقت فما تزهقيش، لان احنا هننقل الوصفه دي على النار. انا عايزاها بتطلع بالقوام بتاع المهلبيه، مهلبيه الكريم. بشوف طبعا تعليقات جميله جدا بتساعدني والله، احنا لسه هنعمل مهلبيه، طبعا نحط معلقه سكر، طب نحط معلقه شوكولاته، لا احنا مش هنعمل مهلبيه، بس انا بقول لك بقوام المهلبيه هتعملي بيها ايه. خليكي معايا للاخر وانا هقول لك هنعمل بيها ايه. وتفضلي واقفه قدامها وتقلبي. حسيت ان الميه قليله، ضفت شويه من ميه الورد، انا بحب ميه الورد في الوصفات اللي زي دي كتير قوي. بصوا بقى انا قلبتها على النار وبقيت قوامها كريمي كريمي. شايفين القوام؟ مهلبيه دي ولا مش مهلبيه؟ مهلبيه، يعني ممكن تاكليها عادي جدا حتى لو بميه الورد. على فكره ميه الورد بتحطيها للميه اللي بتشربيها بتبقى تحفه. انا بقى هنا هنزلها في بوله عندي تكون خشب بالشكل ده. نزلي بقى كل المهلبيه بتاعتك، ايوه، فضي بقى منها كل البخار، انا مش عايزه بخار فيها خالص، مش عايزه ولا نقطه بخار فيها خالص. شايفين؟ انا سبتها بقى تبرد، وطبعا هي لما تبرد لازم تكوني محافظه على قوامها عشان لما هتبرد هتتقل معاكي اكتر. انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بعمل جل بذور الكتان. طبعا بذور الكتان دي بتجيبيها من عند العطار، وكلنا عارفين قد ايه هي مفيده لايه، لبشرتك ولشعرك ولجسمك، كل حاجه دي صحيه جدا، مليانه اوميجا 3 وفيتامينات ومعادن مهمه جدا جدا ليكي. بصوا قوام الوصفه حتى بعد ما بردت ما كترتش معايا، لان الطبيعي لو انت ظبطتي قوامك هتبقى زي ما انت شايفه كده كريمي. انا هنا بقى جبت الحمام الكريمي اللي انا بحبه، ضيفي منه معلقه على قد طول وكثافه شعرك. عرفنا بقى الوصفه اهو الايه، وصفه لشعرك طبعا، هنستخدمها للشعر، حلوه قوي قوي، هترطب شعرك، هتديله لمعه، هتشيل التقصيف وهتشيل كمان الهيشان، وهتخلي الاطراف حلوه قوي. وخصوصا بقى لو استخدمتي الوصفه التانية اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو. الحلو بقى في الوصفه دي والجميل، انا دلوقتي حاسه ان شعري اترطب وانا بعملها من غير ما استخدمها، ان انا هضيف جل بذور الكتان على الجمال اللي انا عملته ده كله. النشا المهلبيه اللي قلنا عليها مع الكريمه وحمام الكريم. وعلى فكره دي خطوه يعني مش اجباري، مش لازم تستخدميها، انا اللي يفرق معايا هو المهلبيه مع بذور الكتان. بهزر طبعا، النشا يعني مع الميه مع بذور الكتان. بصوا بقى هقلب، واهم حاجه اظبط القوام، مخليهوش يتكتل مني بالشكل ده. اظبطي قوامك وبظهر المعلقه كده، واظبطي القوام لغايه ما يبقى معاكي بقوام الماسك. هتدعيلي، انا واثقه انك لما هتستخدميه وتقفلي الفيديو دلوقتي لانك هتشوفي نتيجه جباره من اول استخدام. قومي يلا جربي الوصفات اللي عجبتك، اكتبي لي ايه اكتر وصفه دخلت قلبك. انا واثقه انك هتجربي اخر وصفه دي لانها بتدخل قلوبنا كلنا بصراحه، وبتشجعنا لانك بتشوفي نتيجه من اول استخدام. قولوا لي بقى النتائج بتاعتكم اللي حسيتوا بيها، وما تكسروش ان انتوا تهتموا ببشرتكم وبايديكم وبجسمكم. وطبعا طبعا تاج المرأة هو ايه؟ شعرها. اشوفكم على خير في فيديوهات ووصفات جديده مميزه، وباي باي.